إذا نلتقي اليوم في النسخة الثالثة من الملتقى السنوي الإقليمي للجالية المغربية المقيمة بالخارج تحت شعار جديد، وهو تمتين الرابط الجيلي لمغاربة العالم، الفرص والتحديات. إذا هذه المحطة كما دأبت الجمعية على تنظيمها هي محطة سنوية، نعمل جاهدين حتى يكون البرنامج متنوع بين ما هو ثقافي، ما هو علمي، ما هو فني، ما هو ترفيهي. إذن هناك فقرات للأطفال، وهناك ندوات علمية اللي تنحاولوا من خلالها نستكشفوا المشاكل والتحديات اللي تيواجهوها مغاربة العالم اللي هما السفراء ديالو الرعاية ديال صاحب الجلالة. نعتبر أنفسنا كجمعية زاكورة للمهاجر تلك الصلة ديال الوصل وتلك الحلقة بين الوطن وبين المؤسسات. لهذا الندوات العلمية حاولنا ما أمكن نقربوا لهم المؤسسات اللي غادي تصنت لهم، سواء في الاستثمار، سواء في الهموم، سواء في المشاكل، سواء في التحديات. في الأروقة كذلك ديال المعرض ديال المنتوجات المجالية غادي نكتشفوا واحد الرواق جديد اللي هو فضاء المهاجر، الذي سيعنى إن شاء الله في هذه النسخة، والذي جاء بناء على توصيات ديال النسخة الأولى والنسخة الثانية بإحداث واحد الصرح داخل هذا المعرض للإنصات، واحد المركز الاستماع للجالية ديالنا غنتصنتوا فيه الهموم ديالنا وغنواكبوهم. ثم كذلك كاين عروض الفانتازيا اللي كتعتبر واحد المتنفس يومي للجالية والناس ديال الإقليم عموما. هناك سهرات فنية نحتفي فيها كذلك بأبناء الإقليم والفرق ديال الإقليم اللي كذلك تنشجعوا فيها كذلك ما هو فني. وعندنا لأول مرة وهو الحاجة الجديدة اللي عندنا في هذه النسخة الثالثة والفريدة من نوعها، واحد الاتفاقية شراكة تنتشاركوها مع وزارة الفلاحة، اللي تنحاولوا فيها أننا نتمنوا واحد سلالة الدمان عبر تنظيم المعرض الوطني الأول لسلالة الدمان، اللي هذه السلالة غادية في طريق الانقراض، اللي تنحاولوا من خلالها هذا المعرض الاول اللي تنتمنوا له الاستمراريه بالاشراف ديال وزاره الفلاحه، يكون عليه يعود بالنفع على الكسابين والفلاحين ديال هذه المنطقه وعلى هذه السلاله. اذا اليوم الثامن هو يوم افتتاح. غدا ان شاء الله ستعرف الفقرات ديال الملتقى ندوة علمية صباحا، فقرات رياضية غدا إن شاء الله اللي فيها مباريات اللي سميناها مباريات الملتقى، تنكرموا فيها الفرق المحلية والإقليمية، فريق تمكروت اللي صعد الفريق الشرفي، وكذلك واحد تنغير اللي صعدت كذلك القسم الشرفي، وكذلك عندنا فرق ديال الإناث ميموزا من ورزازات وهايفي اللي من أكدز، وعندنا سباق على الطريق اللي نشجعوا فيه المواهب ديال المنطقه. اذا كما قلت لكم البرنامج سيكون ان شاء الله غني، سيكون متنوع، سيكون ممزوج بين ما هو فني وعلمي وترفيهي وثقافي. نتمنى ان الفقرات والبرنامج يمر في احسن الظروف ان شاء الله، وشكرا لكم جميعا.